بداية وبدعوة من الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، حل مساء اليوم بالعاصمة مسقط السيد والفريق أول سعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والوفد المرافق له في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان، حيث كان في استقباله بقاعدة سيب الجوية الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، والسيد علي بوغازي سفير الجزائر بسلطنة عمان. وبالقاعة الشرفية للقاعدة الجوية كانت لسيدي الفريق أول ومضيفه محادثات حضرها سفير الجزائر وإدارة الوفد الجزائري ونظرائهم العمانيون وموظفو سفارة الجزائر بسلطنة عمان. خلال هذه الزيارة المهمة سيلتقي سيد الفريق أول مع مسؤولين عمانيين لدراسة السبل الكفيلة بتعزيز أواصر التعاون العسكري الثنائي.